يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا كده 3 مواضيع النهاردة هنتكلم فيهم. خلينا ندخل في التفاصيل اللي معانا على طول. أول قصة معانا هي ديانج أو أزمة ديانج في الأهلي. خلاص ديانج مش هيكمل في الأهلي، ده أمر مفروغ منه. يعني مضى لفالنسيا، رايح الخليج، مكمل، يعني مكمل كلامه مع فالنسيا أو ممكن الاتفاق يتم، ممكن ما يتمش على فكرة، هو توقيع. لكن ممكن نادي ما يتموش، لكن هو موقع مع فالنسيا. لكن ممكن يروح الخليج، يعني انت ممكن تتفاجئ ان هو في الخليج. يعني في كل الاحوال هو مش مكمل مع الاهلي. في كل الاحوال إليو ديانج مش مكمل مع الاهلي. طيب انت حطيت نفسك في ازمه كبيره. اول حاجه انت ما عندكش نص الملعب غير مروان وديانج، ورفضت حامد حمدان لاسباب وزعبليه. كان طلب ساعتها الرفض يعني. فالاهلي قال لك خلاص، المدرب قال لا، فخلاص. فطلب رفض ليه ما تعرفش برضه. فالاهلي حط نفسه في ورطه كبيره. اول حاجه كوكا كمان بنسبه كبيره جدا جدا ماشي، ولو هيقعد قال لك انا عايز رقم كبير، الاهلي مش هيديله الرقم دوت. فبالتالي خلاص الاهلي بقى عنده ازمه حقيقيه في نص الملعب. الاهلي ما بقاش عنده حقيقي غير مروان عطيه بعد نهايه الموسم ده. تخيل انت، ما عندناش غير مروان عطيه. محمد علي بن رمضان هو لعيب في الاخر، هو مش لعيب 6 ومش لعيب 8 بيقطع كوره كتير. انت مش هو ده، هو لعيب بيلعب قدام، بيلعب 10، بيبقى حر. فمش هو ده اللي تعتمد عليه كوسط ملعب تاني مع مروان عطية. واكيد مروان مش هيفضل يلعب على طول يعني. فانت حاطط نفسك في ازمه حقيقيه. مصر في نص الملعب مفيش فيها لعيبه مميزه ممكن تلعب اساسي عندك خالص. يعني مين ممكن في بيراميدز؟ مهند لاشين، بس مش هتعرف تجيبه من بيراميدز. فبالتالي مين؟ يعني مفيش، مش هتلاقي في كل الانديه، مش هتلاقي لعيب يقدر يضيف لنص ملعب الاهلي. فانت هتروح لبره، وهتروح تشوف لعيبه بره. مش تيم منصور بقى اللي هو الفلسطيني او المجنسة الفلسطينية يعني، او مش عارف مين او مين. هتشوف هتدفع كتير. طب ما كنت حاول انت تخلص ديانج من بدري يعني. برضه انت سايبه لغاية اخر لحظة او لغاية اخر موسم، وهو معروف هو عايز عقد كبير لان ده اخر تجديد ليه بنسبة كبيرة، واقف على رجله يعني. يعني كنت خلص مع ديانج من موسمين فاتوا ومدد له يعني. كان الموضوع بسيط. لكن انت دايما انت متأخر، بتاخد خطوة بترجع خطوتين، فانت متأخر يعني. فالأهلي حط نفسه في أزمة حقيقية بسبب قصة ديانج. ويا عالم اللي جاي يكون ايه. لكن يعني لو انت هتجيب من بره، ولعيبة مش مضمونة، هتدفع فيها فلوس كتير، تيجي في الآخر تقول طب يا ريتني كنت قعدت ديانج زي ما حصل مع رامي ربيعة. طيب النقطة التانية بقى، مايلي وبيراميدز. مايل لغاية دلوقتي لسه مجددش مع بيراميدز، وبرضه هو زي ديانج عايز أكبر عقد. قبل كده الأهلي ما كانش داخل في صفقة مايلي، دلوقتي الأهلي داخل في صفقة مايلي. يعني في وسطاء بيتكلموا باسم الأهلي، بيتكلموا مع اللعيب وكلاءه بشكل عام. واللعيب عايز 2 مليون دولار. الأهلي بيحاول يقلل الرقم ل أقل شوية، مليون 300، مليون 400. والأهلي عايز يوقع سنتين بس. اه اللعيب عايز يوقع 4 سنين أو 3 سنين ب2 مليون دولار يعني. فده التفاوض يعني. لكن الأهلي بدأ إن هو يتكلم في قصة مايلي، وبدأ إن هو يعني يشوف الطلبات إيه. يعني الأهلي بيقول لك إن نعرفه أحسن من نعرفوش، وده طبعا أنا مش يعني. مايلي فيرود كويس، هو مش أفضل أحوال دلوقتي، لكن هو فيرود كويس. لكن ما يعني أكيد في اختيارات تانية. أنت لو عندك لجان بتشتغل صح وعندك ناس بتشتغل صح، أكيد هيكون عندك اختيارات تانية يعني. الناس جابت أسامة أبو علي من غير ما حد يعرف أسامة أبو علي، وكسر الدنيا. فبالتالي أنت لو تقدر تختار صح، مش هتروح لعيب ممكن يكون كبير في السن، مش هتكسب منه أي حاجة، وهتشتريه هتدفع له مرتب كبير، ومش مضمون إن هو ينجح برضه. يعني مش مضمون إن هو ينجح معاك في ظل التركيبة الغريبة. السكواد بتاعك تحتاج مهاجم لازم طبعا. مايل الاختيار كويس جدا، لكن هتديله 2 مليون دولار؟ لا، لا خالص كمان. يبقى انت تشوف، تجتهد شويه وتشوف مدرب، شوف لعيبه بره تقدر تجيبهم تكون افضل يعني. لكن الخبر ان الاهلي داخل في مايلي وبيتكلم مع مايلي. موضوع مايلي مش مقفول حاليا، الاهلي كان مقفول قبل كده، لكن حاليا مش مقفول. اللعيب طالب 2 مليون دولار وعقد لمده 4 سنين، وممكن ينزل عقد يبقى 3 سنين. الاهلي لا، الوسطاء اللي في النص عرضوا مليون 200 لمليون 300 وعقد سنتين بس. فيعني الكلام لسه موجود يعني. طيب الحاجة التالتة اللي معانا النهاردة،
الحاجة التالتة اللي معانا النهارده ليها علاقة بالزمالك، يعني في تحرُّك جوّه نادي الزمالك إن يكون في مدرب أجنبي مع بداية الموسم الجديد، أيًا كان نتايج الفريق الموسم ده في الكونفدرالية أو في الدوري هيكون في مدرب أجنبي مع بداية الموسم الجديد خلفًا لمعتمد جمال. معتمد جمال مش هيمشي، ده قرار من إدارة النادي، ولكن ممكن بعد الشكل الكويس اللي قدّمه مع الزمالك ممكن ييجي له عروض مع أندية في الدوري، فبالتالي ياخد خطوة ورا الزمالك ويفضل رجل أول. لكن الزمالك بيتحرّك على إن يكون في موجود مدير فني أجنبي مع بداية الموسم، وأنا بصراحة مش شايف يعني ليها لازمة يعني الخبر إن في مدير، يعني الزمالك بيدوّر على coach أجنبي، ده الخبر، لكن رأيي أنا الشخصي أنا مش شايف إن ليها لازمة يعني. أنت عندك أزمات مادية كتيرة والدنيا ماشية، المدرب المصري دعّمه بقى وخلّيه موجود وحاول أنت تدّي مستحقات اللعيبة واشتغل باللي موجود يعني. ف يعني الزمالك دايمًا بيحب يلِف حوالين نَفْسه كده بشكل غريب يعني، لكن الزمالك بيتكلّم مع وكلا وكده على لو مدربين أجانب مع بداية الموسم الجديد، لإن خلاص يعني الموسم الجديد هيبدأ بنُص 5، هتاخد خلاص هتوقّف اللي هو هينتهي الموسم القديم وهتبدأ موسم جديد، فبالتالي أنت محتاج مدرب أجنبي يبدأ معاك فترة الإعداد كاملة بتاعة كأس العالم كمان في الفترة دي، ويبدأ بقى بأهداف جديدة الموسم الجديد، خاصةً لو الزمالك تأهل دوري أبطال أفريقيا كمان المعنويات هتبقى أعلى بكتير يعني. ف يعني الزمالك بيتحرك نحو وجود مدير فني أجنبي للفرقة مع بداية الموسم الجديد خلفًا لمعتمد جماهيري. ده الفيديو بتاع النهارده وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.